انا مضغوطه مضغوطه، لو حد قال لي ازيك هعيط وانفجر في وشه. انا يزعق لي ويتعصب عليا من يومين عشان حطيت له بواقي الاكل بتاعه العزومه، ارميهم يعني ارميهم؟ صحيح كان نفسي احدفه بطبق الخشاف في وشه على الاكل، بس هو قال الكلمتين وسكت. محدش مراعي مشاعر المرهفه دي ابدا، محدش مراعي. امبارح يقول لي اصل الملح زايد في الاكل والسكر ناقص في العصير، طب اظبطها ازاي دي وانا صايمه؟ برضه انا ما سكتش وقلت له لو مش عاجبك الاكل ما تاكلش. برافو يا ميار. هو زعل وما كملش اكله، بس يلا اديني مش هطبخ تاني النهارده وهحط له بواقي الاكل اللي سابها امبارح، ما انا مش هرميها، ولو كان كله امبارح كنت طبخت له جديد. يلا انا بدل ما اتنرفز وطق هروح السوبر ماركت افش غلي علشان مراتك ما تزهقش منك وترد عليك ردود انت في غنى عنها. اليك عزيزي الرجل دليل المراه النرفوزه في رمضان وفي غير رمضان. ما هي النرفوزه دي خلقها ضيق في العادي، فانت هتضيقه لها اكتر ليه في رمضان؟ اما انت كملي معايا باقي الفيديو للاخر علشان اقول لك تعملي ايه مع نفسك. مبدئيا كده ما ينفعش الست تبقى واقفه طول النهار في المطبخ عشان تعمل لك اصناف حلو وحادق، وانت بدل ما تيجي تقول لها تسلم ايديكي تفضل تعلق على الاكل والملح الزايد والملح الناقص والسكر اللي مش عارفه عملت فيه ايه. وبالمناسبه الست هنا مش المقصود ان هي تكون مراتك بس، اي ست في حياتك هي اللي قامت بالدور ده، سواء كانت مامتك سواء كانت اخت. يعني بدل ما تعلق تعليقاتك السخيفه ممكن بكل شياكه وابتسامه حلوه تقول لها تسلم ايدك انك عملتي الاكل الحلو ده كله، وان انا مقدر وقفتك طول النهار في المطبخ. شفت، هي كلمه بسيطه بس امتصت نرفزتها. ما ينفعش تبقوا خارجين او معزومين بره وكل شويه تفضل تستعجلها وتقعد تقول لها انت كل ده بتلبسي، ما تسيبها تلبس براحتها شويه. وبكل هدوء قبل ما انت تقوم تلبس وتجهز تطلب منها ان هي تقوم تلبس الاول، تقول لها علشان تاخدي وقتك براحتك يا حبيبتي وتلحقي تخلصي كل اللي وراك. واوعى بعد ما تخلص لبس تقول لها ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده. ما فضلتش تختار الطقم اللي هتروح بيه وقعدت تجهز قدام المرايه لمده ساعه علشان تسمع منك الجمله دي، ترجعوا تقولوا بتتنرفز ليه؟ ما هي ليها حق تتنرفز عليك، ما انت ما قدرتش كل التعب اللي عاملاه ده. يعني بدل ما ترد ردك السخيف ده ممكن تقول لها ايه الحلاوه دي؟ وفي حد حلو كده؟ انت اي حاجه بتليق عليك. هي كده وصلت لاعلى مراحل الرضا عن النفس، بالتالي هترضى عنك انت كمان. وقدروا المجهود المبذول يا جماعه. يعني روقت ونظفت البيت في الصيام تقول لها تسلم ايدك على تعب، غسلت هدومك وكوتها قول لها انا مش عارف من غيرك كنت هعمل ايه. بلاش تبقى جلنف وتقول لها هو انت بتعملي ايه علشان تتعبي ولا تشتكي. وافتكر ان كل المواقف اللي بتحصل دي انت بيبقى فيه كلمتين محشورين في زورك، فبدل ما تعلق وتقول لها كلام يضايقها اسبوعين قدام قول لها كلمتين حلوين يفرحوها ويمنعوا عنك نكد الاسبوع كله. اقترحت عليك انك تفطروا او تتسحروا بره، ما تبقاش نكدي وترد تقول انا ما بحبش اخرج في رمضان، لان انت اصلا ولا بتخرج في رمضان ولا في غير رمضان. ولا تفضل تقول لها اصل انا مش عارف احنا هنروح فين، لان الاماكن كتيره على فكره وممكن تدور وتعرف. والاسهل ان انت تسالها انت تحبي تروحي فين يا حبيبتي، او اضحك عليها يا اخي وقول لها انا كنت بفكر في اللي انت بتفكري فيه ونفسي اخرج معاكي برضه. لو قالت لك انا زهقت من الطبخ كل يوم قول لها خلاص ما تتعبيش نفسك وانا هطبخ النهارده، او نطلب اي حاجه ونقضيها من بره. وبرده مش محتاج ان يبقى معاك فلوس كتير علشان تجيب لها فانوس رمضان، مهما كان سنكم هي تفرح بالفانوس باي وقت. واهم حاجه بلاش تفاجئها وتقول لها انا عزمت اصحابي وهنيجي نفطر في البيت النهارده، ولا قابلت مش عارف مين وجبته يفطر معانا، لان وقتها هي هتفطر عليكم انتوا الاثنين وساعتها هيبقى حقها بصراحه. ما انتوا ما تعصبهاش اكتر ما هي متعصبه، قلت لك تتعامل معاها ازاي. ولعلمك بقى علماء النفس بيعتبروا الست النرفوزه دي كنز، لان بعد ما عملوا كام دراسه على كام احصائيه على الستات اللي بتعدي وبتفوت والستات النرفوزه العصبيه اللي بتقف على الواحده وما بتفوتش، لقوا ان الستات العصبيه طيبه وصادقه في مشاعرها اكتر، واللي في قلبها على لسانها وما بتعرفش تكتم جواها خالص. يعني هتقول لك اللي مزعلها على طول، متسامحه وبتتعامل بعفويه وبتتصالح على طول، لانها بمجرد ما بتطلع اللي جواها بتهدى وبتكون احسن، وبكلمتين تعرف تراضيه. وانت عزيزاتي الانثى كلمتين في سرك كده وهنا الرجال يمتنعون. نريلاكس كده شويه ونتبارد حبتين، مش كلمتين يجيبوكي وكلمتين يودوك. لو قال لك ايه اللي عاملاه في نفسك ده ردي عليه وقولي له انا ما طلبتش رايك، وخليكي واثقه في نفسك. قلتي له نفسي افطر معاك طنشي انت كمان واخرجي افطري انت بره مع صحابك وسيبيه يفطر لوحده. ولما تتنرفزي وتتعصبي وتقولي كل اللي جواكي لازم برضو تقولي انت عاوزه ايه ومحتاجه ايه. فكري لكام ثانيه قبل ما تتكلمي، لان الموضوع ممكن ما يطلعش كبير ومش مستاهل كل النرفزه والعصبيه اللي انت فيها، ومش محتاج رد الفعل العنيف اللي انت فيه. خدي في يومك وقت للراحه والاسترخاء يبقى بتاعك انت بس، فضي دماغك وتعملي كل اللي انت عاوزاه. ده هيساعدك تستقبلي اي حاجه بشكل اهدى اكتر. لما تبقي متعصبه ومش عارفه تهدي بلاش تفضلي قاعده تفكري في اللي معصبك ومضايق، لازم تقومي تشغلي نفسك في اي حاجه، تكلمي صحابك، تلعبي رياضه، انزلي تتمشي حوالين البيت. ولو مش عارفه تهدي اتعلمي تطلبي المساعده من الناس القريبه منك. واخيرا علماء النفس بيقولوا لك خدي الموضوع بهزار وبحس فكاهي، علشان ده هيساعدك تقللي التوتر والعصبيه اللي انت فيه. يعني خدي الامور بهزار وسلاسه يا شجره الدر. والى كل الستات العصبيه النرفوزه اكتبوا لي في التعليقات ازاي بتعرفوا تسيطروا على الموضوع ده في رمضان وفي غير رمضان.